السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ اللي دايما منوريني وقناه منوره بكم يا حبايب قلبي. قلت بقى ادخل على المطبخ كده ايه، امسكه انضفه واروقه واغسل البوتاجاز يا حبايب قلبي، عشان لما اعمل غدا يكون مطبخي نضيف، وبعدين ابقى اعمل غدا على راحتي كده يكون مطبخي نضيف. نوروني كده يا حبايبي، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه. ده طالبين مني محشي بقى، قلت هعمل لهم المحشي واعمل لهم الفراخ بس على رواق، يكون مطبخنا نضيف. اغسل بقى شويه المواعين دولت الاول. وروني كده يا حبايب قلبي، وضيفوا لايكات كده على الفيديوهات، وشاهدوا الفيديوهات في القناه دي واللي في القناه الثانيه، وشكرا لكل اللي دخل عندي ودعمني ووجوده على راسي يا حبايب قلبي، وكل برده اللي دخل عندي في الانتساب يا حبايب قلبي، دايما منورني وقناتي منوره بيه. كل داعمين قناتي، كانت القناه دي او القناه الثانيه، كلكم على راسي يا حبايب قلبي. يوميات ام سوزي وروتينات الملكه سوزي، كلكم على راسي. خلاص المواعين بتاعتي يا حبايبي، اغسل بقى الفوط بتاعي كده انضفه حلو.
كده اغسل بقى الرخامة برضو كده. وبرده بعد ما برده بخلص الاكل يا حبايبي بمسكه برده اغسله غسله حلوه كده، بيته نضيف برده ما يبقاش وسخ ولا اي حاجه. انه طول ما انا ايدي في البوتاجاز على طول بيبقى البوتاجاز يتمم نضيف ورايق وزي الفل يا حبايب قلبي، ولا يصدي ولا اي حاجه. لان احنا بمسكه انضفه على طول، بعد كل اكل بمسكه اغسله وانضفه كده. البوتاجاز بتاعي زي الفل. احط بقى الشامل كده واجيب بقى الميه وامسح عديت الميه. المطبخ بقى فل يا حبيبي. حطيت بقى شويه كلاب في الميه كده عشان ايه نمسح المطبخ كده مسحه حلوه كده يا حبايبي. ايه رايكم بقى في المطبخ بتاعي؟ روقته ونضفته وخليته زي الفل. اعمل بقى الاكل يكون مطبخ نضيف كده ورايق يا حبايب قلبي وكده. اكون خلصت الروتين بتاعي ومع الف من السلامه. نورتوني.